بصوا بقى الحلاوه والجمال ده، احلى طاجن مسقعه في الدنيا. حلويات بجد، حلويات. هو الطاجن المسقعه بقول لكم تحفه تحفه تحفه. وعملنا معاه البطاطس المحمره، وعملنا معاه سلطه. بصوا بقى هنعمل ايه. جبت بتنجانتين حلوين اهو زي الفل. البطاطس وهنقطعها يعني ايه، ولا تخينه ولا رفيعه، سمكها حلو كده عشان ايه ما تتهريش معانا واحنا بنسوي البتنجان اهو زي الفل. ما احنا لازم اليومين دولت نقضيها اي حاجه عشان ايه ندبها حلو في رمضان. كل البيوت المصريه كده، الست المصريه الشاطره ايه تلم ما تبعتريش يا فوزيه. ادي قشرنا البطاطس وقطعناها. بصوا بقى هنجيب دلوقتي، بصي سمكها ولا تخينه ولا رفيعه معقوله. ماشي. هنجيب البتنجان، انا ما بقشرهوش كله، انا بقشره زي ما انتوا هتشوفوا كده. باخد حته واسيب حته، حته واسيب حته، عشان يبقى ايه حتى هيديك منظر حلو. والقشر البتنجان والله فيه فوائد كتير اللي احنا بنرميه ده اهو. بصوا يعني بعمله زي ايه مخطط كده، بيديكي شكل حلو قوي في الطاجن المسقع اهو. هنقطعه برضو. بصوا هنقطعه سمكه ولا تخين ولا رفيع، يعني سمكه معقول عشان ما يشربش منك زيت اهو. هنقطعه كويس كده. بصوا السمك كده حلو قوي، ولا تخين ولا رفيع. بصوا بقى منظرها ازاي بقى لما ما شلناهاش كلها، ما قشرناهاش كلها، بتبقى منظرها حلو قوي اهو. بس ادي عملنا البطاطسايه، عملنا. بصوا بقى الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا عملت الطاجن ده حلو قوي. يعني غدوه حلوه قوي، حلوه تشبعكم مع حبه بطاطس وطماطمايه وخيارايه، وما شاء الله الله اكبر احلى غدوه اهي. كل واحده طبعا عارفه هي اسرتها بتقضيها كام. دي حوالي كيلو الا ربع، يعني مش كيلو، يعني الاتنين دولت ما يكملوش كيلو. ماشي. ادي اتنين اهو قطعناهم. بصي تحفه تحفه بجد، تحفه وغدوه بسم الله ما شاء الله. وبعدين بعد كده تعفريهم بالدقيق، بس ما جاتش الكاميرا ما جابتهاش. تعفريهم بالدقيق وتقليهم، مش يشربوا منك زيت خالص، وتحطيهم في مصفى يصفي ميتهم. او ملح يا ستي الكل، تحطي رشه ملح كده فوقيهم وخلاص. وادي الفلفل الرومي بتاعنا قطعناه نصين كده. ما هو ما يحلاش المسقعه، ما تحلاش غير بالفلفل الرومي والفلفل السبايسي. يا سلام بقى قرنين بقى دلوقتي هتشوفوهم حمر كده جمال يحلوا ايه طاجن المسقعه بتاعنا. دي طاجن مسقعه مصري بالخل والثوم بس. ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى ايه اللي هو الطاجن باللحمه المفرومه. بصوا بقى المنظر والجمال وهي نيه، يا نهاري. انا اولادي بيحبوا ياكلوا بتنجان كده ني، وانا بقشر كده. بصوا بقى ده احلى قرن فلفل حراق نار. بس ما تحلاش المسقعه غير بيه. بس برضو ده اختياري، اللي بتحب الشطه تعمله، ما تحبهوش بلاش بلاها منه. بصوا بقى الجمال والحلاوه وهي نيه. بص المنظر يا نهاري، يا نهار ابيض. كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب، يا رب بعود الايام اهو. هنخش بقى، جبنا الطاسه الحلوه دي، طاسه آلية في كل البيوت. هننزل الاول بالبطاطس. البطاطس مش هحمرها، انا هخليها ايه تجمد شويه عشان ما تتهريش مني في الطاجن وانا بحطها في الصينيه. ماشي. هتشوفوا كمان اللون، مش هحمرها قوي. هننزل اهو بالطاسه زي الفل اهي اهو. حطينا البطاطس بتاعتنا تتحمر، مش هحمرها قوي زي ما انا قلت لكم. يوم بقى هنعمل ايه مسقعه، بيض بقوطه كده وتقضي. الحله التانية بقى هنعمل الصلصه. ادي عندي التوم ده على فكره من السنه اللي فاتت مخزناه. بصوا لونه ابيض وزي الفل، ما جرالهوش حاجه. وخزنت طبعا الجديد، كل سنه وانتم طيبين نزل اهو، وكل شويه سعره بينزل اهو. بصوا بقول لكم انا خزنت الجديد وقشرته وحطيته في برطمانات. هرست يعني ايه، فرمت اللي فرمته، ودول سبتهم عشان احتاج مثلا في الصلصه في السلطه في البتاع. رحت مطلعه فصين وعاملاهم. حاطه زيت اهو، مش زيت كتير طبعا عشان البتنجان هينزل زيته في قلب الطاجن. او عينيا على البطاطس، الست الشاطره عينيها على كل حاجه. ايه ده، هي عين في البطاطس وعين على الثوم. الثوم انا مش بحمره قوي، انا بتبله بس لحد ما ايه ريحته تطلع، بس مش هعمل كده. بصوا البطاطس بقول لكم مش هحمرها قوي، اسيبها تجمد كده بس.
نزلت بقى عليها بعد ما شميت ريحه التوم نزلت بمعلقه خل كبيره، وهسيبها تغلي مع بعض كده دقيقتين 3، بس دقيقتين 3 مش اكتر. اهو غطيت عليها. وعناية برضو على البطاطس بعد ما غليت اهي، بصوا غليت دقيقتين مش اكتر، اقلبها وانزل عليها بالطماطم اللي مصفياها. اللي مصفياها معاها حاطه في الطماطم وهي بتتصفى، حاطه فصين توم وحاطه قرن فلفل، وضربتهم كلهم في الخلاط ومعلقه صلصه، وبحط ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه بس، واسيبهم بقى تاخد وتدي مع بعض بشكل ودي. ولسه البطاطس بتتحمر زي ما انتوا شايفين. حطيت الفلفل والكمون والكزبره والملح وحبه شطه، حبه شطه صغيرين. هو لازم هنحط سنه شطه اللي انت ما تحسيش، بس ايه تحسي بالتست بتاعت الشطه مش بالقوي يعني. غطيتها خلاص تاخد وديتي مع نفسها بقى. ايه البطاطس اهي بتتحمر، عينيا عليها. بصوا اهي انا مش عايزاها ايه، انا دلوقتي بقول لكم مش عايزاها لونها فاتح يعني، لونها غامق. هي كده حلوه قوي، هطلعها. بصوا اللون مش ابيض ولا محمر قوي يعني، مديها على صفار بسيط قوي. اهو بصوا ماسكه نفسها يعني، بديها شخصيه كده عشان ما ايه ما تتهريش في الطاجن. اهو طلعتها واحط مكانها ايه البتنجان. زي ما قلت لكم هنحطها في مصفى ونرش عليها رشه ملح ونسيبها تنزل ميتها البتنجان كله، مش هيشرب معاكي زيت وهيبقى زي الفل. اهو بس يعني انا اللي ملاحظاه المره دي ان البتنجان خد وقت في التحمير زياده عن كل مره، معرفش ليه بقى. هو عشان كان جميل مفهوش بذور ولا في حاجه خالص، بس كان حلو ومسكر وجميل قوي. بقول لكم ولادي كانوا بياخدوا منه ياكلوا كده وهو يعني مش ني يعني، وهو اخضر كان طعمه مسكر قوي. بس هو نحمر البتنجان زي الفل كده، الطاجن زي الفل وما فيهوش اي حاجه. والبطاطس بصي بقول لكم اهي يعني ولا متحمره ولا بيضه، يعني ايه مصفره شويه. بصوا بقى البتنجان بيتحمر كده. عايزه اقول لكم بقى طبعا كل ست شايله الهم، عزومات رمضان هجيب منين، هعمل منين. يا ستي والله انا اعرف ناس بيقولوا لي، والله كان بيقولوا لي احنا بنوفر من رمضان. يعني مش لازم رمضان ده ربنا يعني عمله لنا عشان نقيم نفسنا في شراهة الشراء. لا هنشتري، انا مش بقول مش هنشتري، لا هنشتري يا ميشو، هنشتري كل خيرات ربنا بس بالمعقول. يعني ايه لما الواحد ربنا بيفتح عليه بيفتح على اهل بيته. والعزومات يا ستي والله اللقمة الهنية تكفي 100. اللي هيجيلك ده جايلك عشان بيحبك، مش جاي عشان ياكل المحمر والمشمر. هنعمل وهنبسط الناس كلها، بس الجودة بالموجودة زي ما بيقولوا. وايه لاقيني ولا تغديني. اهو بصي نرجع بقى ايه لطاجن المسقعه بتاعنا. اهو بص الطماطم عندي انا ولا بسبكها قوي ولا بسيبها ميه، يعني هي كده حلوه قوي كده زي الفل. ماشي. هعمل ايه بقى، اجيب الصينيه بتاعتي اهي واحط حبه من تحت. طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعمل طاجن المسقعه ده احسن مني مليون مره، بس احنا بايه بنفكر بعض. وهرص بقى من تحت البطاطس، عاملاها بمكونات نضيفه وانت عارفه الزيت اللي انت بتقلي فيه ايه وزي الفل. بصوا هنا بقى انا هرص البطاطس، شوفوا بقى معايا ونتكلم نكمل. يعني انا جاي لي ناس حبايبي عازماهم او انا رايحه عند حد، مش لازم بقى لا السفره مليانه بقى خيرات ربنا، هو كله خير وبيوتنا كلها عمرانه بالخير والستر الحمد لله. بس ما تشيليش هم، اللي انت هتعمليه بالحب والله يطلع احلى مليون مره. لو هتعملي فرخايه وجنبها حبه صينيه مكرونه وصينيه جلاش وحبه الحبشتكنات بقى الصلصات والمخللات بتاعت رمضان الجميله دي، وتاكلوها وتتلموا مع بعض في صينيه بعد كده وتحلوا بصينيه كنافه، هيبقى زي الفل. بدم مع بعضكم حابين بعض يبقى زي الفل والله. مش لازم بقى هعمل حمام واعمل فراخ واعمل لحمه واعمل وادربس الدنيا فوق نافوخي، لا والله. صنف ولا اتنين على سفرة رمضان في اي عزومة هتشرفك، مادام جايين لك حابينك ما يهمهمش الاكل. والله العظيم ما تشيلي هم، هتلاقي الدنيا ماشية وزي الفل. بصوا بقى من كل حاجة وحاجة بحط ايه رشة صلصة كده. ماشي اهو. عملت البطاطس وبعدين الفلفل وبعدين البتنجان، وهعمل بطاطس تاني، واخر حاجة خالص البتنجان.
ورمضان ده شهر الرحمة والخير والبركة. سبحان الله، بيبقى بيوتنا كلها عمرانة بالخير والبركة والحب والله. يا ريت كل السنة رمضان. اهو بصوا، رصيت بعد ما رصيت البتنجان رصيت البطاطس. احنا زمان كنا والله العظيم. يعني انا فاكره جدتي لما كانت مثلا عماتي تيجي، كل ما عمتي تيجي احنا نروح معاهم في الفطار. كنا بنشوف بعض في شهر رمضان ده على طول. اليومين دولت لا، مش كده، مش عارفه ليه. خير الدنيا قل ولا احنا اللي بقينا وحشين؟ مش عارفه. اللي يعرف الحل للموضوع ده يقول لي والنبي. او حطيت البطاطس وحطيت رشه طماطم تاني، وحطيت البتنجان. بس كده. اهو طاجن المسقعه عندي جاهز، بحبشتكناته بحركاته بتكاته. يعني بص الطاجن ده كل حاجه بقى. في ناس بتعمل جنبه رز ابيض ماشي، جنب المسقعه دي في ناس بتعمل رز ابيض بتبقى زي الفل. انا عن نفسي بحمر جنبها حبه بطاطس وطماطمايه وخيارايه والعيش البلدي بتاعنا، وتبقى احلى غدوه في الدنيا والله العظيم. واللي بيفضل بيه بنفطر بيه تاني يوم وزي الفل. ما تأزمهاش على نفسك، هتلاقيها مشيت وزي الفل. اهو بصوا يا نهاري. وعندي طماطميتين بقى هحطهم اقطعهم طرنشات واحطهم على الوش، ودخليها الفرن 10 دقايق يا دوبك، بس الطماطم تتشمع والمكونات دي كلها تاخد وتدي مع بعض بشكل ودي كده، وطلعيها بألف هنا. يا نهار ابيض بقى على الطعم والجمال. وظبطي ملحك وشطتك وكمونك وفلفلك، وظبطي عيشك وزي الفل. هتاكلي احلى طاجن مسقعه في الدنيا، ما تقوليش لعدوك عليه. اهو بص بقى الطماطم دي اختياري، ما بتحبهاش ما تعملهاش، كفايه الصلصه اللي على الوش. بس الطماطم دي لما بتبقى متشمعه كده ومتحمره شويه بتبقى زي الفل، بيبقى طعمها حلو قوي. اهو هخلصها واخدها احطها في الفرن 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي قوي قوي. يعني لحد ما تلاقي الطماطم بتاعتك دبلك كده. بتحبي تحمريها وتاخد وش بألف هنا. بس انا عيالي بيحبوها دبلانه بس، مش مهريه، يعني ماسكه نفسها لسه شويه. بس انا بحطها ربع ساعه في الفرن تاخد ودي مع بعض كده، واروح مطلعاها بألف هنا. بصوا قرن الفلفل بقى نور الصينيه. اهو الطاجن بتاعنا خلص. بصوا الجمال والحلاوه. ايه رأيكم بقى؟ خلاص كده هرش بقى حبة ملح وحبة فلفل على الوش عشان الطماطم كمان، وخلاص وكده. واحطها في الفرن بالسلامة. ماشي ماشي. اهو طلعت بألف سلامة، طلعت من الفرن بألف سلامة. هي شفتوا الحلاوة والجمال. بصوا الطماطم يا دوبك اتبلت وخدت. وقلت لكم بقى قطعت طماطمايه مع خيارايه وحبه بطاطس حمرتهم. بصوا الجمال والحلاوه. والطماطم اهي حابه بقى تحمريها اكتر من كده. بصوا 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 طالعه بقى بطاطس بتنجان فلفل حلوه قوي 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 كده، سواها زي الفل. بصوا البطاطس ما اتهرتش، والبتنجان زي ما هو، والفلفل اهو. بصوا تحفه. هو الفلفل اللي بياخد وقت بس عشان الجلده بتاعته، بس مستوي زي الفل. بصوا الجمال والحلاوه. ما اقولكوش. قوموا بقى يا ست الكل اعملي بقى طاجن المسقعه ده والعيش. بصوا جماله وحلاوته. يا لهوي يا لهوي على الحلاوه والجمال. بجد تحفه تحفه. جربيها كده بالطريقه دي وعيالك هيطلبوها منك كل يوم. يعني بجد بجد حاجه كده فوق الوهم. اهي بصوا المنظر والجمال. بونسوا الحلاوه. ايه رايكم؟ لو عجبكم طريقتي وتكاتي وحركاتي ما تنسونيش في اللايك. بصوا يا نهاري، يا نهار ابيض على الجمال. كله استوى كله. بصوا اهي كده مسيكه. الطماطم مع البطاطس مع البتنجان مع الفلفل حكايه. كليها وانسي بقى. بصوا بصوا الجمال والحلاوه. ولا العيش بتاعنا ايه ده الحلاوه دي.